بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يا صاحب الزمان. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها رمدوها نحن مرمى لنبل النائبات وهايا يغني اصطبار وهي من درعه الزرد. هب أن جندك معدود فجدك قد لقى ب70 جيشا ما له عدد. شلون كانوا مع الحسين صالوا وجالوا وأدوا
ولد حق سيده في موقف عق فيه الوالد الولد قضوا حق عليهم دون الخيايا قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضايام لما هوايا وتفايض دم الهايا. كان هذا كل همهم أن زينب ما تنزعج، أن زينب ما تحس بأي وحدة. أصحاب الحسين لما بيوم سمعوا زينب ما مطمئنة خرجوا جميعا حاسر الرؤوس سلوا سيوفهم سيدتي أقسمنا ألا تغمد السيوف إلا في أعدائنا والنعم منهم. لكن أقول يا حبيب ويا مسلم ويا كل من كنتم حاضرين في ذلك اليوم ونصرتم الحسين، يا ريت واحد منكم موجود لما زينب وقفت عند الناقة تلتفت عن يمينها وشمالها. يا تدرون بيا هاشمية وصحبة الشمر صعبة عليا أنا مدللة حامل حمية يا أنا مدللة حامل حمية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. هدية إلى سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه، قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم، عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بحثنا هذه الليلة يدور حول قبور الأصحاب عليهم السلام وحول مدفنهم عن طريق عدة زوايا وجهات مهمة في ذلك الشأن، لأن من يزور سيد الشهداء يلاحظ دائما أن جميع الأصحاب مشمولين بضريح واحد، وهذا يكاد لا يعقل من ناحية إذا كان الضريح هو فقط مكان الدفن، لأن إذا فرضنا على الرأي القائل بأن هنالك 170 كانوا الأصحاب، هؤلاء حتى يدفنوا يحتاجون ما لا يقل عن 70 متر بالعرض تقريبا. لو اختصرنا بعض الملاحظات اللي راح نبينها يحتاجون إلى أقل تقدير 50-55 متر يكون مدى ذلك المدفن. فلماذا الحصر في مكان في نقطة واحدة؟ ما الذي جرى؟ كيف حصل ذلك الدفن؟ هاي التفاصيل نتعرض لها شيئا فشيء، وأرجو التأمل. المطلب نوعا ما مطلب تاريخي تحقيقي
يحتاج إلى توجه جيدا. لدينا 3 وقفات في هذا المبحث. الوقفة الأولى في ذلك: متى حصل ذلك الدفن؟ حتى يمشي الواحد تدريجيا في هذه القضايا. متى كان دفن الأصحاب ودفن من قتل في كربلاء في ذلك اليوم؟ في هذا الأمر أو في هذا الجانب عندنا آراء. نقدر نختصر الآراء برأيين أساسيين. الرأي الأول هو يوم 11 من المحرم، والرأي الثاني يقول أن الدفن جرى يوم 13 من المحرم. شنو الفرق بين الآراء؟ من القائل بهذا؟ من القائل بذاك؟ تعال للرأي الأول. الرأي الأول تقريبا هو رأي جل علماء العامة من المؤرخين. جل مؤرخيهم يقول بهذا الرأي: الطبري، ابن الأثير، البلاذري، ابن كثير، وغيرهم اللي بظاهر الحال أنهم كلهم يرجعون بالنتيجة إلى رأي الطبري، إلى نص الطبري. ظاهرا الباقي اقتبسوا هذا النص، بعضهم زاد بعضهم أنقص، بالنتيجة كلهم قال بما قاله الطبري، وهو: ودفن الحسين وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتلوا بيوم. هذا الرأي العام عند مؤرخي العامة. هنالك من يستثنى، الخوارزمي وغيره، لكن الجل والأغلب هو هذا رأيه. عند علمائنا هل هنالك من قال؟ نعم، عندنا بعض العلماء من قال بذلك، مثل ابن شهراشوب صاحب المناقب، هو أيضا رأيه أن الدفن جرى يوم 11. أما الباقي فلم يقولوا به، نسب إليهم. يعني مثلا اليوم إذا ترجع لهذا المبحث في الكتب تجد أنهم يقولون، والشيخ المفيد وابن طاووس كلهم قالوا أن الدفن جرى يوم 11 من المحرم. طيب إذا ترجع للشيخ المفيد كلمته هذه، قال: ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم، فصلوا عليهم ودفنوا الحسين، إلى آخر ما يرويه الشيخ المفيد. ابن طاووس كلام في هذا الشأن قال: ولما انفصل عمر بن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بني أسد فصلوا على تلك الجثث الطواهر المرملة بالدماء ودفنوها على ما هي عليه. وعلى هالأساس، على هالكلمات، قالوا أن المفيد وابن طاووس رأيهم رأي مؤرخي العامة. بينما لو ترجع للواقع تشوف أنت أولا ماكو دلالة على يوم الدفن. الشيخ المفيد جل ما قال بعد خروج ابن سعد. ابن طاووس جل ما قال أو كل ما قال أنه بعد خروج ابن سعد دفن الحسين وأصحاب الحسين. طيب دفنوا بيوم، بعد بيومين، بعد ب3 أيام، لم يحدد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية المسألة تاريخية، لا يلزم أن الشيخ المفيد يعطي رأي فيها. لذا لعل الشيخ المفيد ما شاف نفسه أنه ملزوم أن يبحث في تحقيق في تاريخ معين ويعطي رأي، لا، هو راح عمل بما يعمل به العلماء اليوم في كثير من القضايا: الجمع والتعميم. يعني دفنوا بعد خروج عمر بن سعد بشكل عام، جمعا بين الآراء، بين من قال 11، بين من قال 12، بين من قال 13، بلا فرق، بشكل عام هذا اللي صار. فلم يتبنى الشيخ المفيد أي رأي، وعلماءنا ما عدا صاحب المناقب لم يتبنوا رأي الدفن في اليوم 11 من المحرم. الرأي الثاني يقول لا، وهو رأي تقريبا أغلب المعاصرين من المؤرخين ومن الباحثين ومن المحققين، قالوا لا، الدفن جرى يوم 13. وش راح أقول لك ليش قلت يعني حددنا قضية المعاصرين والمتأخرين. السيد محسن الأمين يقول: فبقيت جثة الحسين وجثث أصحابه بلا دفن 3 أيام. السيد المقرم: وفي اليوم 13 من المحرم قبل زين العابدين لدفن أبيه. الشيخ التستري
وأما هذه النشأة قضية زيارة الإمام الحسين يقول فيها: فأول من زاره بعد دفنه سيد الساجدين حين دفنه بعد 3 أيام مع جماعة من بني أسد. هذا رأي أغلب المعاصرين اللي هم مثلا 100 200 300 سنة وهذا الحدود. طيب، أي الآراء أصح بين من قاله جل المؤرخين أولئك أم من قاله معاصرين؟ يظهر الأقرب ما قاله المعاصرين. ليش؟ لوجود شواهد وقرائن على هذا الرأي، وإحنا اختصارا للوقت نقتصر على بيان بعضها. الشاهد الأول اشتهار ذلك على ألسنة أدباء الطف، اشتهار ذلك على ألسنة الأدباء وبين الأبيات. من أوائل اللي نقدر نوصل لهم من كان في القرن الثاني وهو سيف بن عميرة، هذا اللي كان في زمن الإمام الصادق وفي زمن الإمام الكاظم. أكو بحث مفصل في حياته هل كان واقفيا فيما بعد أو لا، هذا لا يضر شيء في كلامنا وفي قضية أبياته وشعره وما شاكل ذلك، يبحث في محله. يعني سيف بن عميرة له أبيات، من ضمن أبياته وهو في القرن الثاني يقول فيها: جل المصاب بمن أصبنا فاعذري يا هذه وعن الملامة فاقصري، هذا الحسين لقا بشاطئ كربلاء ضمآن دام الخد والمنحر، إلى أن يوصل لهذا البيت اللي هو شاهدنا من الأمر: عار بلا كفن ولا غسل سوى مور الرياح 3 لم يقبري. هو كان يشير، والظاهر من كلمته وأبياته أن المسألة كانت مشهورة في ذلك الوقت في أزمنة الأئمة عليهم السلام، أن الإمام بقي 3 على الرمضاء، ما دفن في نفس اليوم. قضية دفن في نفس اليوم إذا ترجع لها قضية حاول البعض فيها تزوير التاريخ حتى يخففون شوية من كمية البشاعة التي ارتكبها بنو أمية عليهم ما عليهم من لعائن الله. أيضا من الذين قالوا بأبياتهم هذه القضية وبينت، لأن الأبيات والشعر ترى هذا شاهد من شواهد التاريخ بالعادة يؤخذ ويستند عليه، الشريف الرضي من شعراء القرن الثاني وهو من العلماء من الفقهاء كذلك، هذا في أبياته أو عفوا القرن الرابع، في أبياته قال: لله ملقا على الرمضاء به فمردا بين إقدام وتشمير، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام 3 غير مقبور. أكو عندنا أيضا شاهد من الشواهد في كامل الزيارات في القرن الرابع. الآن هذا مبحث، هل هي هاي الأبيات تنسب لصاحبها أو لا؟ كلامنا في شهادة المسألة بأنها وردت بالتالي. وفي ذلك الوقت في أبيات السيدة ليلى زوجة الإمام الحسين عليهما السلام سمعت نوح الجن تنوح بهذه الكلمات: يا عين ألهاك الرقاد بطيبة، يا عين ألهاك الرقاد بطيبه، من ذكر آل محمد وتوجعي، باتت 3 بالصعيد قبورهم بين الوحوش وكلهم في مصرعي. وهكذا عشرات الشواهد من هذا القبيل. فأول شاهد يؤيد قضية الدفن في اليوم 13 شواهد الأدباء، الشعر وما شاكل ذلك. أيضا من تلك الشواهد اللي نقدر نستخدمها خلل الروايات القائلة بالدفن في يوم 11. ليش؟ وإحنا هذه الفائدة لما تطرح أمثال هكذا مواضيع فيها تفصيل حتى الواحد يكون مدرك لعموم جوانب ما جرى. تعال شوف ليش الخلل واقع في قضية يوم 11. متى خرجوا من كربلاء تحديدا؟ تقريبا شبه إجماع أن الخروج كان يوم 11 بعد صلاة الظهر. أذن ابن سعد بالناس أن يخرجوا وطلعوا من كربلاء. طيب كم عدد الجيش اللي كان بذاك اليوم؟ 30,000 40,000 50,000 60,000، بعضهم يقول 100,000، بعضهم يزيد عن ذلك. على كل حال لو قلنا بس 30,000، هذول 30,000 انت اليوم بلغة اليوم إذا تحطهم بباصات وتطلعهم من منطقة تحتاج كم ساعة وساعة حتى تخلص؟
ذاك الوقت على الجمال وسيرا على الأقدام، مو كلهم على الجمال والخيول، جلهم على الأقدام. زين هذا كم من الوقت يحتاج حتى يكونون خرجوا من كربلاء؟ متى اطمأن بنو أسد أن بني سعد، أن عمر بن سعد طلعوا وكذا وبعدين هم إجوا؟ أبدا. ثم شغلة ثانية، بعض المؤرخين يشيرون أن بني أسد خرجوا من الغاضريات أساسا ابتعادا عن الحرب، خرجوا هم وأهلهم ونسائهم قبل الحرب بكم يوم، قبل يوم العاشر. طيب على ما طلع ابن سعد ماكو واحد يمر بالطريق خوفا من الجيش، على ما مر ابن سعد هو وجيشه، على ما وصل الخبر لهم، على ما رجعوا إلى بيوتهم وديارهم، على ما راحوا شافوا القبور. هذا ما يجتمع كله في يوم 11، ما يصير أصلا في يوم 11 ولا يوم 12، يبقى عندك خيار يوم 13. من الشواهد أيضا المؤيدة قضية حضور الإمام زين العابدين، مو لأنه حضر، بل عدم تمكن الإمام من الحضور قبل يوم 13. ليش؟ متى ركب السبايا وصل للكوفة؟ المفترض المسافة الطبيعية إذا طلعوا الظهر هم المغرب بالليل واصلين الكوفة، لكن ذلك اللعين الرجس ابن سعد أراد أن يدخل إلى الكوفة بنشوة نصر، ما أراد يدخل للكوفة الشكل الناس نايمة ويلا ندخل للكوفة. انتظر عند الكوفة قبيل الكوفة، نزلوا في مبيت هناك في مكان وظلوا إلى أن أصبح الصباح. لما أصبح الصباح أرسل خبر، الطبول قرعت، الشرطة والجيوش وكذا 10,000 واحد وقفوا بقارعة الطريق، أكثر من 100,000 متفرج خرج في الكوفة حتى يدخل ابن سعد منتصر. شنو نصرك يا ابن سعد؟ هذه رؤوس الحسين وأهل بيته وهذول بنات رسول الله. هذا تاريخ بني أمية، هذا تاريخ بني أمية اللي اليوم أنت شوية يتألم قلبك لما تنظر أن هنالك من يجمل هذا التاريخ، مقطع أنشودة، لو مقطع ما أدري كذا، وافتخار في بني أمية. تفتخر بماذا؟ تفتخر بماذا؟ تفتخر بقتل الحسين؟ تفتخر بقتل أهل بيت الحسين؟ تفتخر بقتل مسلم؟ تفتخر بقتل هانئ؟ تفتخر بقتل 10,000 مسلم في المدينة؟ تفتخر ببقر أكثر من 1000 بطن حامل في المدينة؟ بافتضاض أكثر من 1000 بكر في المدينة؟ هذا ولا بني أمية. تفتخر برمي الكعبة؟ بني أمية جرائمهم جرائم لا يمكن أن تغتفر، لا يمكن أنه يقول الواحد أولئك قوم لهم ما لهم. لا، ما فينا طيح الله حظي إذا أنا أمشي بهذا الرأي وأقول كانوا خلفاء. أي خلفاء؟ أي بطيخ. فرعون ما سواها، فرعون مع ادعاء للربوبية ما فعل كما فعل بنو أمية بأهل البيت عليهم السلام، فأراد أن يدخل بهذا الوقت. على كل حال نرجع، دخل عمر بن سعد بهذا اليوم، يوم 12 من المحرم. بذاك اليوم مع الازدحام وروايات، هذا جانب طويل جدا، بأنه كانت الطرق تضج، كل شوي يقفون، كل شوي يصير أمر معين، إلى أن صارت الخطب، خطبة السيدة زينب، خطبة أم كلثوم، خطبة الإمام زين العابدين، ثم عرضوا على ابن زياد في مجلسه، ثم بعد ذلك ازدحام الطرق أخرهم إلى آخر الليل، يلا وصلوا للسجن. آخر الليل وصلوا للسجن يوم 12، يعني ليلة 13. طيب متى خرج الإمام؟ وما يتناسب أن الإمام يخرج في ذلك الوقت، والآن قد أودعوا في السجن. الإمام إلى أن شوية اطمأنوا الحراس بأن ماكو شيء في السجن، يوم 13 خرج من السجن بإعجاز وطي للأرض، ثم ذهب إلى كربلاء. فعموما هاي الشواهد كلها تدل على أن الدفن لم يكن قبل يوم 13 من المحرم. هذا من ناحية. من ناحية حتى نختصر، لماذا الأصحاب كلهم في مكان واحد؟ أو ما الذي جرى حتى نجد اليوم هذا الضريح موجود بهكذا طريقة؟ من دفن مع من؟ كيف قسمت القبور؟ عندنا بين علماء مذهبنا 3 آراء. الرأي الأول اللي هو رأي الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي ورأي مجموعة آخرين، يقول أنه حفرت حفرة كبيرة فيما يلي قدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه،
ودفنوا جميعا فيها، بني هاشم والأصحاب كلهم في قبر واحد جعلوا. الرأي الثاني يقول لا، حفرت حفرة بعد قدمي الإمام دفن فيها فقط بنو هاشم، والأصحاب بقبور متفرقة دائر مدار ذلك المكان، اللي هو رأي الطريحي كان. الرأي الثالث اللي هو رأي المقرم يقول لا، حفرت حفرتين، حفرة تحت الإمام لبني هاشم وحفرة بعدهم للأصحاب. أي الآراء أقرب أصوب؟ أقرب الآراء ما قال به المفيد، أنه حفرت حفرة واحدة ودفن الجميع بها بلا استثناء، كان الحسين علي الأكبر وجميع الأصحاب وبني هاشم. ليش؟ لأيضا وجود شواهد وقرائن كثيرة على ذلك، نقتصر بواحدة. الآن أنت من تروح تزور الإمام المعصوم علمك شلون تزور الإمام الحسين، ثم يقول لك توجه إلى علي الأكبر، صحيح أو لا؟ تزور الأكبر ثم إلى من؟ إلى الأصحاب. طيب الأصحاب تزورهم بزيارة منفصلة عن بني هاشم؟ لو زيارة واحدة مع بني هاشم اللي دفنوا 17 واحد تقريبا، كلهم زيارة واحدة اللي هم ناصروا الحسين جميعا. لو كان هنالك أكثر من قبر حفر في ذلك الوقت لكان انفراد القبر مثل علي الأكبر، أكو خصوصية خاصة بعلي الأكبر يفرد لها الأئمة زيارة خاصة. أما أن الكل في مكان واحد وزيارة واحدة للكل، هذا يدل على أن القبر واحد بدون تعدد. طيب شلون يصير؟ وعندنا مشكلة أن يدفن اثنين في قبر واحد، كل واحد شرعا، البعض هكذا يتصور شرعا لابد أن يدفن كل واحد في قبره، لكن يصير أكثر من واحد في أكثر من قبر، هذا بإشكال. قل تعال ارجع للقضايا تدريجيا. من نقل هذا الرأي؟ الشيخ المفيد، الطبرسي، الدربندي، هذول العلماء لما نقلوا هذا الرأي لماذا لم يسجلوا اعتراض لو كان اكو إشكال فيه؟ لماذا لم يسجلوا اعتراض؟ عوف هذا قد يكون لهم رأي خاص في المسألة، اجتهاد خاص في المسألة. تعال إلى رسول الله محمد، رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد شلون تصرف مع القتلى مع الشهداء؟ قال بهذا النص: احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم قرآنا. وعلى هالأساس كان مشرف رسول الله على دفن مجموعة في قبر، كل مجموعة في قبر. وهذا اللي تشوفه الآن أنت إذا تروح إلى أحد، رزقنا الله تلك الزيارة، تشوف حمزة عليه السلام وتشوف مساحة مفتوحة، القبور حفرت ودفن فيها الجميع في ذلك الوقت. فرسول الله أسس لها المبدأ ولها المفهوم، على أي أساس يعترض؟ ثم إذا اجينا على الحكم الشرعي، جل ما يقوله الفقهاء اليوم كراهة دفن أكثر من شخص في قبر واحد. أكل بعض احتاط، الأغلبية يرون بالكراهة. هاي الكراهة متى ترتفع؟ متى تسقط الكراهة؟ عفوا، تسقط عند الاضطرار وضيق الوقت، وهذا ما كان حاصلا في كربلاء. كان أكو اضطرار، كان أكو ضيق وقت، لذا لا يبقى كراهة ولا هم يحزنون. ثم بغض النظر عن هذا كله، من الذي دفن؟ زين العابدين سلام الله عليه. زين العابدين إمام حجة مفترض الطاعة، إذا هو دفن هكذا نقول نحن أن الحكم هكذا، باعتبار الإمام فعله قوله تقريره حجة، هو الذي يفعله، احنا ناخذ الحكم من فعل الإمام لا من فهمنا ونطبقه على الإمام. وهذا مهم، أن كثير من الأحيان أكو البعض ينكر مسائل معينة لفهمه القاصر. يسمع عن السيدة الزهراء عليها السلام أنها سميت بالبتول لأنها تبتلت بالدماء عن الدماء، هو يأتي بفهم القاصر يرى هذا نقصا ويطبق فهمه على الزهراء بأنه لا يمكن قبول هالروايات. ليش لا يمكن قبولها؟ لأن المرأة هكذا خلقها الله وهذه طبيعتها، بينما الواقع الأكمل هي الزهراء صلوات الله عليها، وأي شيء دون ذلك يعد نقص بالنساء. أي امرأة ليست كما الزهراء امرأة ناقصة. الزهراء هي الفرد الأكمل من النساء اللواتي خلقهن الله، فلذا لا يمكن تطبيق الذوق أو الفهم أو الخلفية الثقافية عند الإنسان على تلك الأحداث في التاريخ أبدا. أنا من أشوف معصوم تصرف يقف الكلام عندها، يقف الكلام عندها، خلص. المعصوم هو من شاء ذلك، فالحكم ما أراده المعصوم صلوات الله عليه. ثم ما الذي دفن؟
هو صحيح هذا الضريح اللي موجود اليوم دلالة، وإلا القبر أوسع من هذا الذي حفر. لذا بعض العلماء كانوا لما يمرون بجوار الرواق اللي عند ضريح الشهداء والأنصار كان يتجنب أن يمر من ذاك الطريق، يحاول يمر من طريق آخر، لأن الظاهر أن تلك المنطقة التي حفرت فيها تلك الحفرة الكبيرة ودفنوا جميعا. لكن ما الذي دفن ذلك اليوم؟ أي أجساد دفنت؟ الأجساد التي لم يبقى عليها رأس. كل الأجساد يوم العاشر قطعت رؤوسها، بل وأكثر من ذلك، حتى من احتار نبش الأرض وراء الخيمة وقطع رأس حتى الرضيع صلوات الله عليه، حتى الرضيع قطع رأسه. دفنت مجرد أشلاء مقطعة في ذلك اليوم. العباس صلوات الله عليه لما دفن، تدري دائما تسمع العباس طويل القامة كذا، لما تشوف في إحداثيات القبر، قبر العباس صغير مقارنة بغيره، صغير. واحد يشوف الإمام زين العابدين بالرؤية يقول له سيدي أنت دفنت أجساد، ليش قبر أبو الفضل أصغر من باقي القبور؟ هو طويل القامة كان ضخم. قال لي أني لم أدفن عمي العباس، إنما دفنت أجزاء مقطعة من عمي العباس. شلون النصرة كانت في ذلك اليوم؟ كانوا يركضون على الموت. كانت كل أم تدفع أبنائها، كل أم تدفع أبنائها. هي القضايا كل سنة تسمعها وكأنك أول مرة تسمعها لاستثنائية الحدث فيها. وين أكو أم تجي لولدها استوى معرس، استوى تقول له بناي لا تقصر بنصرة الحسين. قاعد مع زوجته شاب أشهر، وقفت قالت له بني وهب تعال شوية برا الخيمة. ها يمه، قالت له أنا أمك ولحق الربع ليك، بزينب وأخوها حسين وصيك. قال لها يعني أطلع للقتال يوم؟ قالت له أطلع لا تقصر، بيض وجهي عند فاطمة. طلع يقاتل إلى أن جرح، قطعت يده، رجع ها يمه أنا قاتل جرحت. قالت له حتى أخضب رأسي من دمك. راد يطلع، اجت زوجته تمسكت به قالت يا وهب لا ترملني، لا ترملني يا وهب. خرج لم يأبه لكلامها لحظات، وإذا بنفس هاي الزوجة الشابة حاملة لعمود من حديد وتهجم وتقاتل، تقول له قاتل دون الطيبين يا وهب. إيش صار؟ إيش تو كنت تمنعيني؟ قالت مو بيدي يا وهب، كسر قلب الحسين. ما الذي جرى؟ قالت سمعت الحسين ينادي وقلة ناصرايا وغربتاي وحسينا. لذلك المكان من واحد يسمعها يخرج يقاتل بعد ما يتحمل يعيش بالدنيا، والحسين غريب. مسلم ابن عوسجة لما وقع على الآن اجا له حبيب واجا الحسين يما. حبيب قال له لمسلم أعلم أني لاحق بك، ولولا ذلك لقلت أوصني. قال له مع ذلك يا حبيب لازم أوصيك ولو لحظة تعيش من بعدي. قال له شنو؟ قال لا أوصيك بأهلي ونسائي، لكن أوصيك بهذا الغريب.
غربة يا ابن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبهل بيتي، بهذا الغريب وعياله وصيتي. يلا إذا تهيأ قلبك من الليلة حاب يتسجل اسمه في زوار الأربعين، منو يريد يتسجل اسمه بزوار الحسين؟ تعال نروح لما اجا حبيبي الى كربلاء. يا بقت رايه واحده، كل ما اجوا الاصحاب قالوا له لمن هاي؟ قال سياتي حاملها صاحبها. يا الى ان وصل حبيب الى كربلاء. تدري ايش سوى حبيب؟ رمى بنفسه، كان على جواد، رمى بنفسه على قدمي الإماية، صار يأخذ التراب من تحت أقدام الإمام ويقبله ويقول ما أحلى التراب بين قدميك سيدي. عاد الحسين نادى يا بني هاشم قوموا واخرجوا، قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. كلهم طلعوا إلا الأكبر تأخر. ليش تأخر تدري؟ لحظات اجا الأكبر. عم يا حبيب، عمتي زينب تبلغك الزلايا. لما سمع حبيب هاي الكلمة وقع على الآن، صار يحذو التراب على رأسه. يا من أنا ومن أكون وتسلم علي ابنة الزهراء؟ من هو أنا وزينب تسلم علي؟ من هو أنا والعقيل الهاشمية؟ راح أقرأ لك هذا البيت، أدري وين راح يروح بالك. هذه زينب واللي ما عرفها بخدرها، هذه زينب مدللة ما حد نظرها. يا هذه زينب مخدرات حامل حمية. قل له سيدي أبا عبد الله اسمح لي أرد السلام. قال له كذلك يا حبيب. شوف احترام حبيب، اجا من وراء الخيمة جثى على ركبتيه ثم نادى السلام عليكن يا بنات رسول الله. وسكت حبيب فجأة ثم تأوى. تتذكر يا حبيب؟ قال يا لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع بعد ورأس العزين على رمح طويل. زينب أنا خبرني عليها، خبرني أمير المؤمنين، إذا جئت الكربلاء لازم أوصل لك هذا الخبر. يا زينب أخبرك دام جيت الكربلاء تستعدي المصونة للمصايب والبلاء. يلا اللي عنده والنها استعدي يا العقيلة تشوف الخير
الإخوة مجزرة، شلون هذا مقطوعة شفوفه ومن جدل فوق الثرى، وذاك راسه من قطيع واضلاعه كلها مكسره، قبالك تدوس الحوافر بالحديد منعله. زينب مو بس هذا الذي سيجري، عينك الله يا العقيله، شدي حزام الصبور، اعلى ترويع اليتامى وسلبك وحرق الخدور، ومن تركبي عالمطية تحملي ساط الشمير، وامسح دموع اليتامى لا ضربهم حرملة. الله أكبر. كلهم كانوا يقاتلون على هالأساس، على أساس لا تبقى زينب غريبة، لكن قتلوا جميعا. يا ريتكم حاضرين مو بس بكربلاء، لا لا، اللي جرى في كربلاء كانت بداية المصائب. يا ريتكم لما جيتوا، تعال اسمع زينب من رجعت تشرح بعض المصائب. خل اشوف متهيئين لليلة بكرة، تروح يم قبر ابو فاضل تقول له اخويا تدري اللي صار بهذا السفر؟ تدري ايش صار خويا؟ كلكم كنتوا تحافظون على هذا الطول والستر ها خويا. معروف الأخت لعدها خوان، تظل معززة وبالدهر ما تنهان. ياهو القال زينب تدخل الديوان، مكتوفة بحبيل ويزيد ينظرها. الزم قلبك خويا، خليني أسالف خويا، خليني موقف يا خويا هوايا ماذيني. اجا واحد من عداكم سبني ولطم عيني. خويا أسالف لا بعد كافي، لو قلك الهزة يابسة شفافي، لا أقلك زينب ايش ألمها. ايش ألمك زينب أكثر من هذا؟ هاي أكثرها ترى ما تنقرب العادة، بس هاي ليالي الحسين، ليالي تذكر المصائب. قلت لأسولف ضم قلبي والامه يا صاحب الزمان، أسولف ضم قلبي والامه،
من نسولف أخاف أن تلجم الهامة. إجا واحد من عداكم راد سكينة خدامة. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان. اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه. من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا. تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.